حبايب قلبي، طبعا اكيد نلاحظ هذا السنوات لي بالعافية والسلامة. طبعا اكيد نلاحظ هذا السنوات الجديدة او الذي مضت التراث اليمني ضايع للأسف. طبعا معنا منشد وفنان قديم الاستاذ محمد القطامي يسمعنا من الكلام او الاناشيد الصنعانية القديمة. تفضل يا استاذ محمد. بما اننا في صنعاء، وما احلى اجواء صنعاء في هذه الايام، ولو شرف المايك يا استاذ ايمن. ايوه على كان الصوت. طالما تغنى الشعراء والادباء والمفكرون عن صنعاء وعن جمال صنعاء، فهذه موال او توشيح تناولها كثير من المنشدين وكثير من الفنانين في هذه الأغنية اللي هي يقرب الله لي بالعافية والسلامة. وصل حبيب الأغنى. يقرب الله لي بالعافية والسلامة، وصل الحبيب الأغان ذاك الحبيب الذي حاز الحلا والوسامة، وكل معنى حسن. ونسأل الله تعالى عودنا بانتهاها كسبح صنع اليمن، لأن صنعاء سقاها الله فيض الغمامة، منزل حوى كل فان بلي بلاه. ما مثلي صنع اليمن كلا ولا صنعاء حوات كل فان يا سعدي من حلاها، تضفي جميع الشجن ثلاثي في سفحها، الماء وخضرات وبان الفيقة بالوسامة، وكل معنى حسن. كم يضحك الزاهدها من دموع الغمامة، فيا سقاها وطن فيا سقاها وطن. الله الله عليك يا استاذ محمد. طبعا ما خلاه في صنعاء لو قد جاب كل الكلمات لصنعاء. استاذ محمد الكلام بس الشاب يقول لك كلمات صنعاء هذه. صور يا اخي الحاضرين معنا والشباب. طبعا هؤلاء واحنا في الشارع سمعوا اناشيد الاستاذ محمد وانتظروا يشوفوا الكلام. طبعا استاذ محمد السؤال يعيد لك كالتالي: هذه الكلمات كلمات من الشاعر؟ تقريبا هي كلمات الشاعر من الشعراء القدامى القاضي عبد الرحمن الآنسي الأب أو أحمد عبد الرحمن الآنسي، عندما كان قاضيا في تهامة عين من قبل الدولة قاضيا في تهامة، فاشتاق إلى صنعاء وإلى أجواء صنعاء وإلى جمال صنعاء. صنعاء كلما تعنيها الكلمة من يعني أجواء وجمال وهواءها النقي ومبانيها الجميلة التراثية. صنعاء التاريخ، صنعاء الحضارة، اشتاق إلى صنعاء وكسب هذه الكلمات الذي اشتاق فيها إلى صنعاء. استاذ محمد الألحان هي نفسها ألحان الآنسي؟ لا، الألحان من التراث اليمني.
الله يفتح عليك أستاذي. باقي شعراء أو فنانين جابوا على صنعاء غير الأنس؟ أكيد شعراء كثيرين، من ضمنهم الحسين المفتي وموسى بهران وكثير من الشعراء من تغزل في صنعاء. ويقول المثل أول الشعراء في المثل المشهور لا بد من صنعاء وإن طال السفر. من قايل هذه العبارة؟ هي عبارة مشهورة قالها الذين اشتاقوا إلى صنعاء وسمعوا عن صنعاء وكانوا في خارج صنعاء وليسوا يمنيين، وأرادوا أن عندما سمعوا عن صنعاء ووصف صنعاء وجمال صنعاء فأرادوا أن يزوروا صنعاء ولو كلفهم ذلك. كيفما كلفهم تقريبا أنه لا أذكر ذلك، لكن إنما هو أحد الرحالة لعله ابن بطوطة أو